انا بقى حكايتي ما يصدقهاش اي حد لانها غريبة شوية. انا اتطلقت بعد شهرين جواز وكنا واخدين بعض عن حب. اكتشفت انه عاجز وعنده مشاكل. ما كانش فارق معايا وكنت بقول كفاية انه جنبي ومعايا وهنمشي في طرق العلاج. بس هو كان طول الوقت حاسس انه مكسور قدامي، مع اني ما كنتش بحسسه باي حاجة. وكان بيرفض يروح للدكاترة، واستغل موقفي بالسلب ضدي، وكان بيضربني بخراطيم الكهرباء ويغذيني بأي آلة حادة في جسمي، وكان بيخنقني وما كانش بيستكفي بده. كان بيربط ايدي ورجلي وينزل فوقي ضرب بالحزام علشان يعوض نقصه فيا وما يحسش بعجزه ويكسرني. كان عندي 24 سنة. كرهت الجواز وكرهت الرجالة، وفضلت 3 سنين بتعالج نفسيا من اللي حصل لي معاه واللي شفته منه. لدرجة لو كنت شفت راجل شبهه في الشارع كنت بخاف واجري واصوت. انا كنت وحيدة بابا وماما، وبابا وماما برضو ما كانش لهم اخوات، واهاليهم كانوا متوفيين. يعني حرفيا كنت مقطوعة من شجرة. والدي مات ووالدتي ما استحملتش الصدمة وماتت في نفس اليوم، واصبحت وحيدة في الدنيا، وانا نفسيا من تجربتي لسه ما تعفتش. بعد وفاة بابا وماما رجعت لنقطة الصفر من تاني. لا مؤهلة أعيش لوحدي في ظروفي النفسية دي، ولا مؤهلة أطلع أشتغل ومفيش أي مصدر دخل، ولا مؤهلة إني أتعامل مع الناس من أساسه.2 سنين كنت بموت فيهم في اليوم 100 مرة من الوحدة والتعب النفسي والجوع والعطش. ولولا إن كان في ست جارتي كانت بتيجي تطمن عليا وتجيب لي أكل وتجبرني آكل وتدفعلي الكهرباء والمية، كان زماني مت من تاني شهر من وفاتهم. في يوم لقيت الباب بيخبط وبفتح لقيته واحد بيقول لي محتاجة اتكلم معاكي. قلت له اتفضل. قال لي لا مش هدخل، انا هكلمك وانا واقف مكاني، انا طالب ايدك للجواز. انا مجرد ما سمعت الكلمة دي حصل لي تشنجات ونوبة هلع، وهو فضل يهدي فيا لغاية ما جارتي سمعت الصوت وجت. وبعد ما هديت هو قال لها كل حاجة وسابنا ومشي. جارتي قالت لي ده شخص محترم، انا عارفاه وعارفة اهله، وهو ابن ناس كويسين جدا، ومراته توفت من 2 سنين وما عندهوش ولاد، وانت محتاجة ونس وحد ياخد باله منك. فوافقي يا بنتي وسيبيها لله، وصدقيني انت اتظلمتي واتحملتي فوق طاقتك، وممكن ده يكون عوض ربنا ليكي. وبالفعل وافقت وتم الزواج. ولكن اللي اكتشفته اني مش متزوجة من راجل، انا كنت متزوجة من ملاك نازل من السماء. عاوزة اقول لكم اني اتجوزت وانا نفسيا صفر، كنت محطمة نفسيا جدا، وكنت بقول له انت عاوز واحدة تريحك مش تتعبك، وانا مش هقدر اعمل لك اللي نفسك فيه. انا محتاجة اتعافى من كل اللي عشته ومريت بيه وما عنديش اي حاجة اقدمها ليك. يقول لي وانا مستعد اخدمك بعيوني لغاية ما تبقي كويسة، كفاية اني هشارك معاك يومي. ويفضل يتغزل فيا ويقول لي كلام حلو ويخرجني من المود اللي انا فيه. كنت اوقات كتير بحلم بزوجي الاولاني، واحلم ان رجعت الحياة الاولانية معاه، اقوم واتفزع وانا نايمة. كان ياخدني في حضنه ويطبطب عليا ويهديني ويعمل لنا هو الاكل، وساب شغل صاحبه هو اللي يديره وقعد معايا. سفرني اماكن كتير ودول كتير جدا في اول سنة جواز، وكان بيجيب لي كل اللي نفسي فيه. وسبب حنيته عليا قدر يأهلني نفسيا للحياة مرة تانية. كان قايل لي قبل الجواز انه عقيم، ودي نقطة خوفتني لما افتكرت طريقي، بس بعدين فهمت الفرق بينهم وقلت كويس، انا اصلا مش هقدر اخلف واحمل، وكنت خايفة ده يحصل وارجع اتطلق برضو تاني. ولذلك وافقت. بعد 2 جواز هو كان موقف العلاج فيهم لما الدكاترة قالوا له الامر في ايد ربنا لوحده. لكن بعد فترة حصلت المعجزة وحملت، وكمان حملت في توأم، ولد وبنت عمرهم دلوقتي 10 سنين. انا حاليا متجوزة بقالي 13 سنة. عشت معاه 13 سنة، نساني فيهم وفاة اهلي، نساني اني اتجوزت قبل كده واتطلقت، ونساني كل اللي عشته ومريت بيه. بقيت إنسانة تانية يوم ما هو دخل حياتي. طول الوقت بفتكر جملة جارتي، انت اتظلمت كتير واتحملت فوق طاقتك، وممكن ده يكون عوض ربنا ليكي. وفعلا كان عندها حق. البنت والولد كل حياتنا، وطول الوقت بحاول أسعده، ومفيش يوم بيعدي عليا غير لما بشكر ربنا عليه، بشكره هو على إحسانه ليا ورحمته بيا. وبالنسبة لي هو الأب والصاحب والأخ والزوج وكل حاجة ليا في دنيتي.